ناكل جلاش ولا ناكل بسبوسة؟ بس ليه ناكل حاجة واحدة مادام نقدر ناكل الاتنين مع بعض في نفس الوصفة. هعمل معاكم النهاردة وصفة جلاش خطيرة محشية بحشوة بسبوسة، بس من غير ما يكون عندنا بسبوسة. هنعملها بطريقة سهلة وبمقادير بسيطة، هتبقى إدمان عندكم. يلا بينا أقول لكم على الوصفة والمقادير. أول حاجة هبدأ بالسيرب. طبعا عندي 2.5 كوباية من السكر، عليهم كمان 2.5 كوباية من المية، وعصير نص ليمونة صغيرة. هرفع الشربات على النار لمدة 10 دقايق لحد ما يغلي، وهركنه على جنب لحد ما يجي وقت الاستخدام بتاعه. نيجي بعد كده للحشو، وده اهم جزء عندي في الوصفه. في الطاسه نزلت بمعلقتين كبار كده من السمنه البلدي عشان تديني طعم حلو للحشوه. 1.5 كوباية من سميد البسبوسه الخام بدون اي اضافات خالص. هقلبهم مع بعض الاول كده على نار هاديه. اول ما السميد عندي يبدا ياخد لون ذهبي خفيف بالشكل ده، في المرحله دي هنزل عليهم بمعلقتين من السكر ما ضفتوش في الاول عشان ما يتحرقش. هقلبهم مع بعض. السكر هيخلي السميد يتكرمل وياخد اللون المظبوط اللي انا عايزاه لحد ما يوصل بالشكل ده. كده دي درجة اللون المظبوط. هرفعه على النار، سيبوه بس 5 دقايق الأول يهدى قبل ما نضيف عليه بعد كده السيرب. أول ما أتأكد إنه هدي شوية، نزلت بنص كوباية من السيرب اللي عملناه في الأول، وكمان رشة من الفانيلا. هقلبهم مع بعض كويس عشان الخليط يتشرب بالسيرب والفانيلا، وهسيبه على جنب يهدى خالص. تعالوا بقى نبدأ نجهز الصينية بتاعتنا ونركب كل حاجة مع بعض. عندي لفة من الجلاش فردتها قدامي، وبجيب صينية مدورة وبقطع من الجلاش على قد مقاس الصينية بالظبط، عشان ما يكونش عندي في أي زيادات في الأطراف. أما الزيادات دي مش هنرميها طبعا، تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر في كيس تستخدموها بقى في حلويات كتير أو أي وصفات حلو أو حادق هنعملها إن شاء الله مع بعض. بعد كده هنسيح شوية من السمنة، وهنجيب الصينية بتاعتنا، وهبدأ هدهن كده في الأرضية الأول شوية من السمنة، طبقة من الجلاش بدهنها كمان شوية من السمنة. نفضل نكرر الخطوة دي ما بين كل طبقة والتانية علشان يخلي الجلاش يورق. طبعا ضيفوا عدد الطبقات اللي انتوا حابينه. انا ضفت 6 طبقات تحت وزيهم كمان من فوق، ده مقداره كان مظبوط جدا. ضفت نص كمية الجلاش. بعد كده هنزل بالحشوة في النص، واهم حاجة افردوها كويس طبقة واحدة، بس ما نوصلش برضو للاطراف عشان ما تتحرقش منكم، لان الحشوة فيها سيرب فممكن يتحرق. فهنفرد الحشوة طبقة واحدة بالشكل ده. هنكمل بقى باقي الطبقات على الوش، 6 طبقات زي ما عملنا من تحت، او زي ما انتوا حابين عدد الطبقات. دي كانت اخر طبقة معايا، بدهنها طبعا كويس برضو بالسمنة على الوش. ببدأ بعد كده بقطع الصينية. لو هتقطعوها مثلثات زي ما انا عملت في الفيديو، بنقطعها الاول نصين وبعدين بنقطعها كمان لاربع ارباع بالشكل ده، وبتقطعوها مثلثات على حسب بقى العدد اللي انتوا حابينه، 8 او 12. ممكن كمان تقطعوها لمربعات او مثلثات حسب التقطيع اللي بتريحكم في الحلويات. لازم كمان نستخدم سكينة تكون حامية عشان تساعدني في التقطيع بتاع الجلاش. تقطيعة المثلثات دي بيكون شكلها حلو قوي مع صواني الجلاش بالذات. كده خلاص قطعناها جاهزة انها تدخل الفرن عندي على الشبكة. انا مش بولع الشواية عشان الفرن عندي بيتحمر كويس من فوق ومن تحت. لو فرنكم مش بيتحمر كويس ممكن نشغل الشواية. اهم حاجة اوصل لدرجة لون مظبوطة. بعد ما خرجت وهي سخنة وعندي السيرب يكون بارد، بننزل بالسيرب على الجلاش، وبنبدأ بنشربها كويس جدا لحد ما تتشرب المقدار اللي انتوا حابينه. بنسيبها بعد كده تهدى شوية، وبنقلبها في طبق التقديم. زينوها بقى بالمكسرات او بأي طريقة انتوا حابينها. بجد بجد لازم تجربوها، طعمها كان خرافي. وصفة لذيذة وسهلة، هستناكم تجربوها وبس كده.